وبركاته في حلقة جديدة من حلقات أحوال بلدنا. كان يا ريت برضه تتابع الصفحة وشير الفيديو، يمكن حاجة تتغير. برضه احنا بنتكلم النهارده عن ظاهرة جديدة قوي، ما كانتش موجودة في المجتمع بتاعنا، ألا هي حفلات الحنة، لا قصدي حفلات التخرج. احنا كنا زمان بنخلص كليتنا وبنطلع بينا وبين الدكاترة بتوعنا يعني مش عارف يعني ايه، اعزاز وتقدير وقيمه كبيره وحوارات كبيره قوي. يعني كنا بنطلع من الكليه زي طالعين من الجيش. كنا ما سمعناش عن موضوع حفلات التخرج والخبط والرزع والرقص اللي بيحصل في الحفلات ديت، ونبص نلاقي الدي جي شغال وحنه ام شيماء وفلانه وعلانه والبنات بترقص بطريقه غريبه في فيديو في الاخر. بس طبعا انا ما ينفعش اجيب رقص بنت بترقص زي بتاعت اسوان، اللي بنت النوبه اللي بترقص دي، اللي احنا كنا نعرف ان اسوان والنوبه الحوارات دي صعبه قوي عندهم. اتفاجئت لقيت الدنيا مش عارف هي احنا رايحين على اي ناحيه، وايه الفايده من حفلات التخرج؟ الطلبه بتدفع قد ايه عشان خاطر حفلات التخرج؟ يعني انتوا البنات الطلبه عموما ممكن تكون بتدفع لان هم بيتحملوا تكلفه حفلات التخرج. ويبدا بقى طبعا الشاب طالع ولا البنت طالعه هوب بيبدا في الرقص والخبط والرزع واغاني وديجيهات. طب ناقص ايه؟ يعني نفس انا عايز افهم ايه الفرق ما بين حفله التخرج دي وبين حفلات الساحل؟ ناقص ان هم يطلعوا مش ولا ايه بالظبط اصلا؟ ازاي رئيس الجامعه وافق بالحفلات ديت؟ ازاي الدكاتره المفروض ان هم بينهم وبين الطلبه بتوعهم وقار وحوار كبير قوي، يطلع يقف ويسلم ويستنى البنت على ما ترقص وتخلص رقص علشان هو، انا مش عارف. قبل كده احنا كنا بنقف بينا وبين الدكتور نص متر، متر اتنين بينا، ما نقدرش حتى كده لكن ارقص الطالب يطلع ولا الطالبه تطلع ترقص قدام الدكتور وحوار. ما انا مش عارف احنا بقينا رايحين على فين. ايه يعني مين اللي زرع العاده السيئه دي ومين اللي خلاها جوه المجتمع؟ يعني هو انت اتخرجت الف مبروك، نجحت تمام قوي، تخرجات ايه؟ ورقص ايه اللي جوه الجامعه؟ يعني قبل كده كان بيعملوا حفلات، كان بيجي مغنيين وممثلين مغنيين داخل مبنى الجامعه وحرم الجامعه، كنا بنزعل وازاي فلان يجي وازاي علان يجي. النهارده بقت كل دفعه تتخرج تروح عامله دي جي وعامله كهارب وعامله كان ناقص يلموا النقطه. يلموا النقطه بالمره بقى وخلاص بقى. او مثلا يجيبوا اتنين زي يطلع لك برضه فيديو انا شفته، ولا بيخطب بنت قال لك انا مش عارف ايه وبحبها وعايز اخطبها على مرأة ومسمع من الجميع وبوكيه ورد ودبله وخاتم. ايه هو ايه اللي بيحصل؟ هو احنا بقينا احنا ماشيين في اي اتجاه؟ ويعني حفلات تخرج وتكلفه وقله احترام الحرم الجامعي اللي كان يعتبر زي المسجد، النهارده ما عادش حرم جامعي، ما عادش حرم جامعي خلاص انتهت. لان بقى النهارده اي طالب واي طالبه بيرقص فيه. البنت طالعه على الديسك والولد في الاخر في الفيديو شوف بيرقص ازاي، ويطلعوا عاملوا شله ناقص يشيلوا بقى واحد يشيلوه بقى وينطقوه لفوق زي الحنه. بقت حنه ما خلاص. يعني ده بيتعدى على رئيس الجامعه ازاي؟ وزير التعليم العالي يكفيه من الكلام ده كله. انت ستك يا ست الوزير شاف الكلام ده وسكت؟ يعني انت متقبل الحفلات دي والخبط والرزع والرقص في الجامعات؟ شايف ان هو امر عادي؟ يعني ممكن بعد كده تروح جاي مأجر مسرح الجامعه، تأجروا مثلا حفلات وقاعات افراح نورمال بقى طبيعي كده عندنا. لازم نعرف ان الجامعه ما هي بقت الجامعه حرم زي حرم المسجد. الجامعه حرم زي حرم المسجد، لازم الكل يحترمه، لازم الكل يقف عنده ويدور تحيه وتقدير. لكن اللي بيحصل في الحفلات والرقص والكلام ده كله في الجامعات انا شايفه انه قله ادب، وان ده ما يصلحش في الجامعات نهائي. والمفروض ان وزير التعليم العالي اللي انا دلوقتي ببعت له رساله ممكن تلاقيها في اي بني ادم. معاكم مهندس احمد محمد مرعي.
الحمد